لو عندكم جلاش قديم او متكسر اوعوا ترموه او تستغنوا عنه. هنعمل بيه وصفة جبارة طعمها تحفة. اول حاجة هجيب عندي بصلة وهقطعها مكعبات بالشكل ده. وبعد كده هجيب عندي حلة على النار وفيها معلقة سمنة سخنة، هنزل عليها البصل بتاعي وهرش رشة ملح ورشة فلفل. انا بحب دايما ارش رشة ملح وفلفل اول ما انزل بالبصل على النار، وما سيبش البصل كتير بره. اول ما البصلة تصفر شوية كده هبتدي احط عليها اللحمة، واللحمة المفرومة اول ما بحطها برضو بحط عليها ملح وفلفل، ومش بزود ملح عشان الاكل ما يبقاش مالح عندي. كل حاجة بحط ملح على قدها بالظبط. اللحمة كانت متجمدة فكنت بحاول اسيحها مع النار كده وافك فيها. بعد ما اتخلطت عندي اللحمة حوالي كده اخدت معايا 10 دقايق على النار، ابتديت احط معلقتين من الصلصة. بعد كده هحط عندي التوابل اللي انا عايزاها. انا بحط بهارات لحمة وحطيت ال7 بهارات، تقدروا تحطوا اي حاجة تانية انتوا عايزينها. تقدروا مثلا ممكن تحطوا مكعب مرقة لحمة او اي حاجة انتوا عايزينها. بعد كده هنا هحضر الحاجة اللي انا هسقي بيها. بحطيت كوباية من اللبن، كوباية صغيرة يعني حوالي نص كوباية في العادي، وحطيت بضاية، وحطيت رشة من الفلفل الأسود حوالي كده ربع معلقة، ورشة من الملح برضو حوالي ربع معلقة، وحطيت هنا معلقة كبيرة من الزبادي، دي اختياري مش لازم. وبعد كده حطيت حوالي معلقة كبيرة من القشطة، وبرضو دي اختياري مش لازم. الأساس عندي في الوصفة دي كوباية لبن والبيضة وملح وفلفل بس كده. بعد كده جبت عندي لفة الجلاش، دي كانت لفة مركونة عندي في الفريزر بقالها مدة، طلعتها وطبعا طلعت كانت مكسرة، فالوصفات العادية بتاعتنا ما كانتش هتنفع ليها. فعملت بيها الوصفة دي وبجد طلعت تحفة وطعمها مختلف وجميلة جدا. يعني عجبت الأطفال وعجبت الكبار، كانت حلوة قوي. قطعها كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هبتدي أفكها من بعض. ممكن تستبدلوا اللبن اللي احنا حطيناه في المج ده بكريمة، ممكن يبقى كريمة ومعاها شوية لبن ومعاهم بضاية وملح وفلفل، برضو هتبقى تحفة. هبتدي اجيب نص المقدار عندي واحطه في الصينية، وبعد كده حطيت عليها سمنة، وبعد كده دعكت السمنة بيها كويس بالحاجات اللي من تحت دي، خلطتها، قفلت الفيديو وخلطتها كده كويس بيها علشان يبقى كله متورق. وبعد كده حطيت طبقة اللحمة المفرومة في النص اللي انا معصجاها. اللحمة المفرومة دي تقدروا تضيفوا ليها خضار، تقدروا تضيفوا ليها فلفل الوان او فلفل اخضر زي ما تحبوا. انا خليتها لحمة بس سادة. بعد كده هبتدي احط النص التاني عليها من فوق، وباقي السمنة حطيته على اللبن، وهبتدي اقلب وهبتدي اسقي الباقي كله. برضو تقدروا تحطوا السمنة من البداية وتخلطوها وتبقى مع الخليط وتتصب كلها مرة واحدة، ما يتحطش اللبن لوحده. بعد كده في فرن ساخن على 180 من قبلها كده بحوالي ب10 دقايق، حطيتها على رف اوسط وسبتها لحد لما الجوانب احمرت بالشكل ده، وكمان من تحت كانت احمرت كده. يعني بعد حوالي نص ساعة ابتديت ارش على الوش شوية ميكس جبن، ممكن يبقى شيدر بس او موتزاريلا بس، او ميكس شيدر وموتزاريلا زي ما تحبوا. ولو كترته شوية يبقى احسن واحسن، بس انا كان عندي الكمية دي بس فحطيت الكمية اللي موجودة عندي. ظبطتها كده على الوش بتاعها، وبعد كده هدخلها الفرن عندي، وبعدين هشغل الشواية وهفضل اراقبها، بتاخد حوالي 10 دقايق كمان لغاية لما الوش يحمر زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما الوش بتاعها احمر تماما وبقى كويس والجبنة كلها ساحت واحمرت وبقت حلوة، خلاص كده قفلت وبعدين خرجتها، وبعد كده هتبقى جاهزة للتقديم والتقطيع. قطعتها، وعايزة اقول لكم ان هي وصفة سريعة جدا منجزة، ما بتاخدش وقت، وهتعجبكم جدا جدا في طعمها. تقدروا تغيروا في الوصفة وتضيفوا اي اضافات زي ما قلت لكم اثناء الفيديو. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم، انا اسمي ليلي ودي القناه بتاعتي، اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.